هي التجربة السياسية العراقية هي تجربة وليدة، وتجربة هذا الوليد هو كسيح، لأنه انولد بظروف غير طبيعية، ولد احتلال. خلينا نعطيها فرصة، يعني إذا كانت تجربة وليدة يعني. اسمحني، هو أولا إن ولدت التجربة في ظل احتلال، وهذه مسألة معروفة. ثم هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الديمقراطية الوليدة، تحديات داخلية من قبل الأحزاب نفسهم، وتحديات خارجية من قبل دول الجوار. والاحتلال الأمريكي بات يهدد في بداية تسويق المشروع الأمريكي للعراق في بدايته كمشروع شرق أوسطي، هدد المنطقة برمتها. وبالتالي هاي دول الجوار حاولوا أن يخلقون أجندات داخل العراق حتى يتصارعون مع المحتل على أرض العراق، وبالتالي حدث ما حدث. النتيجة الانتخابات الأخيرة لم تفرز لنا حقيقة فائز واحد يستطيع أن ينفرد لوحده بالسلطة ويشكل، ويحتاج شيء قليل وممكن يشكل العملية السياسية الجديدة ويقود. قال لك واضح جدا، مو قلت هيك العراقية وعلاوي وانتهى. لا، الفارق بسيط. أولا الفارق بسيط، حتى لو سلمنا أو سلمت القوى السياسية أن تمنح السيد علاوي فرصة أن يقول له شكل يا السيد علاوي حكومتك، وبالتالي يحتاج إلى توافقات سياسية حتى يكتمل عند النصاب ويشكل. هنا راح تحدث نفس ما حدثت الآن، انقسامات وعدم اتفاقات على توزيع كعكة السلطة. كعكة السلطة مرهونة على التجاذبات السياسية، يعني بعيد عن كل البعد عن حاجة المواطن العراقي اليومية أو تلبيا لرغبة الناخب العراقي اللي وصلت هؤلاء. حاجة المواطن العراقية، الديمقراطية اللي قلت أنت وليدة، هل هي فرصتها مع أن يكون هناك وضع مستقر بإعطاء السلطة للتحالف الوطني بمعنى المالكي والحكيم والأكراد، أم يكون بإعطائها لإياد علاوي أو ونور المالكي، أم كما يقول مازن كلهم سوا يعني؟ لا ليس هكذا أن نعطي لفلان وفلان. لا، احنا هذه لا هي ليست كذلك. هو من يتفق الفائز طبعا، هو مو نجيب كتلة صغيرة تشكل كتل صغيرة وممكن تشكل حكومة. أين الاستحقاق الانتخابي؟ أين مصير الجمهور؟ هو يقول لك الاستحقاق الانتخابي أعطاها العلاوي. لا اسمح لي، هل هذا دقيق؟ لا، ما يخالف. أنا أتفق مع هذا الطرح أن طال علاوي، ولكن علاوي هل يستطيع أن يشكل كتلة قوية بداخل البرلمان الآن لهاي اللحظة؟ الآن إحنا في يوم 13 لحد الآن لم يستطيعوا أن يشكلوا كتلة كبيرة ويدخلون إلى البرلمان. إذا انتهت المدة ماذا سيفعلون؟ ربما يدخلون هكذا فرادا إلى قاعة البرلمان، وبعد ما يدخلون إلى قاعة البرلمان ستخضع كل القوائم الفائزة إلى التصويت السري، وبالتالي ستفرز لدينا قائمة فائزة. من اللي يفرز أن البرلماني سواء المستقيل أو الكتلة الصغيرة ممكن أن تتفق على مرشح تجد به ربما مواصفات أو تجد به ربما تحقيق الأمن والاستقرار لهذه المرحلة السياسية التي يعيشها البلد، وبالتالي يمكن يرون هم أو ينظرون بأن هذا الشخص الذي يمنحون أصواتهم له يخرج العراق من النفق المظلم. ولكن أنا أقول بأنه جميع القوى السياسية بدون استثناء لا يوجد لديها مشروع وطني ولا يوجد لديها مشروع حكومي. زي ما يقول مازن يحلها بايدن وانتهى الموضوع. احنا إذا كانوا كلهم يفتقدون أنا أصرا قلت من الفيحاء وأقول من الآن وقلت من البي بي سي بأنه لا يمكن أن تتم حكومة عراقية بدون تدخل خارجي، وبالذات أمريكي. الأمريكان هم اللي صنعوا هاي التجربة السياسية، وهم لا يجب أن يحافظون عليها. وبالتالي دقيقة، شوف أستاذ إبراهيم وجيلك مازن، دقيقة أخي. قال يعني حتى ما تقول أنت استحقاق الانتخاب ما يستطيعون كل هالمدة ما استطاع إياد علاوي، أم لم يترك إياد علاوي؟ نعم، أولا تفضل أخي، وأنت أيضا أشرت إلى مسألتين مهمتين، وهو هذا أمر واقع متفقين فيها. بالضبط. محتلين أمريكا. احنا لا نريد أن نعيد ونسقل لماذا اجوا أتوا وكيف أتوا، أصبح أمر مسلم.
وبالتالي القوى السياسية لا يمكن أن تبقى خلف الحدود، لابد أن تدخل. ولكن أعود على ما طرحته أنا. هو قال كلمة خطيرة يا أستاذ، قالك لا يمكن أن يكونوا وطنيين وقرارهم وطني، هذول دمى وأداة. هذا كلام طويل عريض ثقيل جدا. هذا رأيه الأستاذ مازن، هذا رأيه، وهو ليست بحاكم ولا بسلطة تشريعية، ولا يقدر هو يزكي فلان ويكفر فلان. وبالتالي كثير من الوجوه موجودة بالعملية السياسية، سواء من كل الطوائف والأحزاب، ليبرالية، يسارية، يمينية، إسلامية، غير إسلامية. تلاحظ ما يقدر هو يعمم على كل الأشخاص. ولكن أنا أعود على كلامي السابق بأنه لا يوجد مشروع وطني لهذه الأحزاب، ولا يوجد رؤية مستقبلية لما بعد سقوط صدام. وبالتالي هاي الفوضى السياسية اللي صارت بالعراق، والهرج والمرج، والفساد الإداري والفساد المالي اللي طبعا اللي حقيقة فشل جزء كبير من العملية السياسية بالعراق. وأغلب القوى السياسية ترمي بهذا الفشل إلى الفترة السابقة وإفرازات الفترة السابقة. بالتأكيد الفترة السابقة ال 35 عام مليئة بالأخطاء ومليئة بالمغالطات. يعني حتى تفهم، كان العراق مستقر منظم، دولة قائمة، وبعدين كل شيء. أم العكس، كان العراق عبارة عن ديكتاتورية وعبارة عن سجن كبير، والآن تقرر تجربة. احنا من ناحية المقارنة مقارنة بعيدة، لأنه أكيد أنا لما أريد أطرح رأيي أقول هاي الفترة أفضل من الناحية السياسية. على الأقل هنا الآن أكو فضاء، والدليل أنا أتحدث هنا وأتحدث بالعراق، وملايين العالم تتحدث من داخل العراق عبر كل القنوات، ويشتمون برئيس الوزراء ويشتمون ويقولون فلان قبل في الحلم لا تستطيع. بالتأكيد. ونكتة بس الأخ يسمح لي، مازن، واحد قال لك شاف الحلم أنه النظام سقط. نعم، هو شكل قال لزوجته، قال لها هذه يقولوها المعارضين، ما أدري، لست مختص في العنعنة أصولها. قال لك أنه لما في الصباح حدد زوجته أنه في الليل شاف أنه خلاص صدام انتهى وانقلاب ونعرف إيش، أخذوه إلى السجن. هذا يقولوها يا صديقي اسمح لي، حكايات كثيرة من هذا النوع. يعني اللي حتى يكون حديثنا موضوعي، اللي كان في ذاك الزمان أن يخطأ خطأ واحد ليس يأخذ هو بلشته كما يقال المثل العراقي، لا، تأخذ أسرته وعشيرته بجريرته. هذا كان ظلم كبير. اليوم أكو فسحة من الحرية، أكو ديمقراطية وليدة ولكن كسيحة. يحتاج من كل النخب السياسية الآن، اللي متصدية والغير متصدية للعمل السياسي داخل الحكومة وخارج الحكومة، الفائزة والخاسرة، أن تطرح مشروع وطني بديل، أن تطرح مشروع يلامس هموم المجتمع العراقي، وأن اسمح لي، وأن بديل طبعا جميل جدا، وأن يحققون الحد الأدنى من مطالب هاي الناس. تفضل اللي وضعت إيديها بالحبل. لا، المقارنة بعيدة تماما، والآن أفضل